بسم الله ولا إله إلا الله وصلاة وسلاما عليك يا خيرة خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد مساك ويسعد جميع وقتكم إن شاء الله تكونوا بخير. إلى عواك عليكم يا حبايب قلبي، وحشتوني كتير 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 من الفيديو الأخير. الحقيقة عايزة أقول لكم البيت بلا نت بلا شريان بجد حاجة مش حلوة خالص ومش ألطف حاجة. وحشتوني 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 وحشتني تعليقاتكم الجميلة. النهاردة بقى هنعمل الطعمية، حاجة كده حكاية، قطعة منها مش كفاية، هتنسيكوا بجد أي طعمية انتوا دقتوها. أول حاجة هنجيب الفول وهننقعه لمدة 24 ساعة، بس تغسلوه كويس عشان مش عايزة يبقى فيه نشا كتير. وتحط عليه الاساسي بتاعه الكرات، ربطتين حزمتين كرات كده، وحط وقطعوهم، تقطعوهم خشن تقطعوهم ناعم، يعني مش هتفرق كتير، لان كله هقول لكم بقى هيتعمل في ايه دلوقتي يعني. وتجيبوا بصلايه كده وتقطعوها تقطيع كبير تقطيع صغير زي ما انتوا عايزين، وحوالي 4-5 فصوص من الثوم، ورشة كزبرة ناشفة. الكزبرة هتديها طعم جميل جدا جدا. انسوا بقى اي طعمية كلتوها. وهحطها بقى في الكبة. طيب هحطها وبعدين تحطوا عليها قيمة حوالي يعني كوباية الا ربع كده من المية معاها، لان ما تغلطوش غلطتي، انا جيت اضربها في الاول من غير مية وقفت شوية، يعني هي هتمشي بس غلط على الكبة. وطبعا لو هتعملوها في الخلاط لازما ولا بد الاول تحطوا المية وبعدين تحطوا معاها الفول والخلطة اللي انا وريتها لكم دي. انما الكبة ممكن تضرب عادي في الاول بس هتبقى خشنة قوي. فهنا بقى لقيتها بصوا، يعني تنزلوا كده بالمعلقة كل شوية. انا هدوقكم طعمية هتحلفوا بيها، بس بلاش تحلفوا بالطعمية، لان من حلف بغير الله فقد اشرك. هنا لازما بقى ولا بد ان انا لقيت لازم احط مية، حطيت كده يعني ربع كوباية مية زي ما انتوا شايفين، وحطيتها وضربتها مع. وهقول لكم سر بقى الطعمية بتاعت بره انها ما تشربش زيت وتزيد معاكم ازاي. شوفوا بقى نعمت خالص ما شاء الله. ولازما بقى تصفي نسبة المية اللي انتي حطيتيها، ده عشان ما تفكش معاكي وكمان علشان خاطر يعني تنفش. واذا وصلت معايا لحد هنا ما تنسينيش من اللايك والشير والتعليق الجميل اللي بيسعدني وبيبهجني. لازم بقى تعصري المية كويس، نسبة المية اللي انت حطيتيها لازم تنزليها، وتعصري كويس. وهقول لكم بقى السر اللي بيزودها وبينفشها وبيخليها بطعم وحلاوة بره وأطعم مليون مرة. هنا بقى اوريكم المية اللي انا نزلتها والزيادة كمان شوية. ودي بقى بشكل ودي كده بالمضرب الكهربائي. ما عندكيش مضرب كهربائي لازما ولا بد مضرب يدوي. ما عندكيش مضرب يدوي فبتعملي بايدك بقى واستعفي عليها. شوفي انا فضلت اديها يجي ربع ساعة، ملت الحلة بسم الله ما شاء الله ونفشت كده وحاجة كده عال العال. ده بقى عشان ندخل فيها هوا. وحطيتها بقى في كيسان وشيليها بقى في الفريزر. كل ما تطلعي تضربيها بالمضرب الكهربائي وعمري وابور الجاز. هنا بقى حطيت قطعة صغيرة كده عشان اشوف الزيت قدح ولا ايه.
وأسفة على رجل اللي بانت، ده غصب عني والله ما أخدت بالي. أترككم في رعاية الله مع صوت الضرب.
بصوا بقى يعني مقرمشة وجميلة